السلام عليكم، معاكم الدكتور رضوان. في البداية كده هتلاقوا الفسيولوجي صعب معاكم شوية والدنيا عكة معاكم شوية، بس عايز أقول لكم إن الفسيولوجي دي أكتر حاجة طعمة كده بتلاقوها، يعني حاجة كده اللي في اللذاذة كده زي ما بيقولوا كده. فيلا بينا كده نبدأ. هقول لكم إزاي الفسيولوجي ده يعني جميل بس إن أنتوا تفهموه. في البداية كده كلمة فسيولوجي بتتكون من مقطعين. في المقطع الأول هو عبارة عن نيتشر، أما المقطع الثاني فهو عبارة عن ستادي. فلو ترجمناهم وحطيناهم مع بعضهم هنلاقي ان هما بيدل على الطبيعة بتاعت الانسان، ازاي ان الانسان موجودة فيه الحاجة دي. هو الفسيولوجي عبارة عن كده، ازاي ده اتكون، ازاي ده اتعمل، ازاي الطبيعة بتاعت الانسان دي، ازاي ده بيشتغل. هو ده الفسيولوجي. طيب كده عشان نبدأ في الاول، الفسيولوجي ده ازاي اتكون اصلا. في البداية كده جسم الانسان متكون من اتومز، يعني حاجة زي الذرات كده، حاجات دقيقة جدا. فالاتومز دي قامت ان هي اتحدت مع بعضها، ادتنا حاجه اسمها موليكيول اكبر منها سنه. طيب الموليكيول دي قامت ايه برضو اتحدت مع بعضها عشان تدينا الخليه، السيل اللي هي الاستراكشر اللي احنا هنبني عليه بعدين. طيب السيل دي تقعد ساكته؟ بالتاكيد لا، قامت ان هي تنقسم خليه ورا التانيه ورا التالته عشان تديني مجموعه من الخلايا. طيب الخليه دي لما اجتمعت مع بعضها ادتنا حاجه اسمها تشو، نسيج بالظبط. ادتنا حاجه اسمها النسيج بتاعنا، ممكن يكون سكن، جلد، هو عباره عن نسيج بيتكون من مجموعه من الخلايا. الاورجان ذات نفسه سواء الليفر او غيرها من الاورجان تاني. طيب الخلايا دي مش شغاله تنقسم؟ هي مش كونت الليفر؟ طيب ما هي ممكن تنقسم وتكون باقي الاعضاء بالظبط. يبقى هي كونت باقي الاعضاء، ادتني الاعضاء التانيه. طيب الاعضاء دي مش في تواصل ما بينهم وبين بعض؟ هو عشان كده سميناهم سيستم. هتلاقي يورينري سيستم اللي هو الجهاز البولي، هتلاقي ريسبيراتوري سيستم اللي هو الجهاز التنفسي، في جي اي تي اللي هو الجهاز الهضمي. هتلاقي ان كل في جهاز موجود في الانسان بيعمل وظيفه معينه، والاورجن دي مرتبطه مع بعضيها. طب حلو خالص. طيب هو ده بالظبط عباره عن الفسيولوجي. الفسيولوجي كده هو عباره عن المكونات دي، عبارة عن ليه، مين، ودي، لفين بالظبط. انا عايز افهمك ان ده كله، ان الاورجان ده بيرتبط بده عشان يودي لده، عشان انت كانسان تكون عايش. هو ده الفسيولوجي. طيب الفسيولوجي ده لما بيهتم ايه بيسأل عنه؟ بيسأل لماذا. طيب يقول لك يعني ليه الشيء ده اتكون كده، او ليه الشيء ده الاستراكشر ده اللي انت كونته بالشكل ده. فهتلاقي سبحان الله، هتلاقي ان كل حاجة موجودة في جسم الانسان لها سبب وحاجة معينة. طيب ازاي؟ طيب انت كونته باتحاد مين مع مين كذا، ازاي انت عملت ده، ازاي انت طلعت كذا وكذا واديتنا الحاجة دي. هو ده بالظبط الفسيولوجي. وبعد كده ما أخدنا مقدمة عن الفسيولوجي، خلينا بقى نبدأ بجد في الفسيولوجي. دلوقتي لو جبنا شخص هو يونج أدلت، يعني واحد شباب كده، وحبينا نفصصه كده حتة حتة، فهنلاقي إن هو بيتكون من إيه؟ هنلاقي إن هو عنده بروتين بنسبة 18%، نلاقي إن هو موجود عنده فات بنسبة 15%، موجود عنده مينرال بنسبة 7%. أما بقى الحاجة الأكبر واللي بتحتوي على نسبة أكبر في جسمه فهي الووتر اللي بتحتوي على نسبة 60%. طيب الووتر ده اللي بيحتوي على نسبة 60%، هل ثابت من ميل وفيميل، من كبير لصغير؟ أكيد لا. هتلاقي إن الأطفال الصغيرة عندها الووتر بيصل إلى 80%. أما بقى الأشخاص، يعني لو ست وفيميل وهي برضو في اليانج أدلت، وهي هتلاقي إن النسبة بتاعتها تصل إلى 40 ل 50%. أما بقى الكبار السن فهتلاقي إن النسبة بتاعتهم تصل إلى 45%. أما اليانج أدلت زي ما اتفقنا بتاعت الميل فهي بتصل ل 60%. طيب انت شغال تقول لي ارقام و60%. طيب الارقام دي بتعتمد عليه اصلا؟ الارقام دي بتعتمد على نسبة الفات اللي موجودة في جسم الانسان. طيب ازاي برضو؟ يعني على سبيل المثال هتلاقي ان الفات موجودة في الستات اكتر، حتى انت بتركز كده يقول لك ده الستات بيبقى عندها دهون بنسبة اكتر، فهي عشان عندها دهون بنسبة اكتر هتلاقي ان نسبة المية بتكون فيها اقل. خلاص هتلاقي نسبة المية 40 ل 50. طيب مع تقدم السن هتلاقي ان المية نسبتها قلت خالص. هتلاقي ان الاطفال نسبتهم 80% من الووتر، وعشان كده الطفل
لازم ما نخلوش يدخل في حالة جفاف، يعني ما خليش الطفل الصغير ده ان هو يدخل لي في حالة جفاف، لان لو دخل بتبقى صعبة، لان هو اصلا جسمه عبارة عن 80% من الووتر. لازم عشان كده الحقه بالمحاليل وما خلوش يدخل في الحالة دي. اما بقى عن البادي فلويد كومبارتمنت، دلوقتي حابين ان احنا نقسم المية دي عبارة عن حجرات، عبارة عن ان المية دي موجودة داخل الخلية او خارج الخلية، هي بتتوزع ازاي اصلا، موجودة ازاي في جسم الانسان. وعشان نقدر نتخيل ده هنحط العضو بتاعنا اللي دايما بندوبوه، اللي هو عبارة عن الليفر. الكبد ده زي ما اتفقنا ان هو بيتكون من مجموعة من الخلايا. طيب الخلايا دي مش لازم تاكل وتشرب، هتاكل وتشرب منين؟ من البلاد فيسلز اللي جاي لها، اللي هو عباره عن الارتري اللي بيديها الغذاء بتاعها، بيديها الشرب والاكل. زي ما انت بتاكل وبتشرب من بره، الاورجن ده مسؤول برضه لازم ياكل ويشرب، لو ما اكلش وما شربش هيموت وينتهي بالظبط كده. طيب باجي تعال نفصص الحته دي اكتر. تعال ادي زي ما انتم شايفين ادي البلاد فيسلز، فتعال نرسم البلاد فيسلز ده ونشوف ايه اللي جواه. هو عبارة عن RBCs اللي هو عبارة عن الريد بلاد سيل، اللي هي كرات الدم الحمراء زي ما انتم شايفين كده متوزعة داخل البلاد فيسلز. كمان موجودة ايه؟ موجودة الووتر، زي ما انتم شايفين الووتر اللي متوزع برضو داخل البلاد فيسلز. كمان موجود ايه؟ البلازما بروتين، البروتين اللي موجود اللي هو موجود داخل البلاد فيسلز. طب حلو خالص، دلوقتي احنا رسمنا البلاد فيسلز. طيب مش عايزين نرسم اللي بره ده، الخلايا اللي بره والمناطق الفارغه دي؟ طيب تعال نرسموها. ادي الخلايا زي ما انتم شايفين، وادي المناطق الفارغه اللي هي شغاله عباره عن الكونكتيف تيشو، اللي هي شغاله بتسند الخلايا دي، اللي بنقول عليها لسه هفهمكم اكتر ان هي عباره عن انترستيشال سبيس. ولكن تعال هفهمكم واحده واحده. المسافه الفارغه دي فيها ايه؟ فيها البلازما بروتين، فيها ووتر. تمام، حلو خالص. طب تعال نقسم اللي احنا راسمينه ده جزء جزء. اول حاجه الفلويد، تعال نقسمه. في فلويد موجود داخل الخليه فبنقول عليه انترا سيلولار فلويد، ده بنختصرها بكلمه ICF. طيب من كلمه انترا يعني حاجه موجوده داخل الخليه. طيب ده بيمثل ايه؟ بيمثل تلتين الفلويد اللي موجود في جسم الانسان. طيب والباقي ده بيروح فين؟ الباقي ده بيروح في حاجه اسمها الاكسترا سيلولار فلويد، من كلمه اكسترا يعني الفلويد اللي موجود خارج جسم، خارج الخليه اقصد. طيب زي ما انتم شايفين ادي الفلويد اللي موجود خارج الخليه. هل ده جوه الخليه؟ لا، ادي الفلويد اللي موجود خارج الخليه. زي ما انتم شايفين ادي الفلويد برضو اللي موجود خارج الخليه، سواء في البلاد فيسلز او اللي موجود ما بين الخلايا. حلو خالص. طيب ده بيمثل ايه؟ بيمثل الباقي اللي هو عباره عن التلت. طيب حلو خالص. دلوقتي حابين ان احنا بقى نشوف الاكسترا سيلولار فلويد ده بيتقسم الى حاجتين. اول حاجه الحاجه اللي هي اللي اسمها انترستيشال سبيس. من كلمه انترستيشال سبيس، يعني الفراغات اللي موجوده ما بين الخلايا. تمام. والباقي هو عبارة عن البلازما بروتين والحاجات اللي موجودة في البلاد فيسلز، فده كله بنسميه اكسترا سيلولار فلويد. طيب الانترا سيلولار فلويد دي مش بيقولنا ان هي بتمثل تلتين؟ نقدر برضو نقول عليها ان هي بتمثل 67%. لا انا هنا بقى ايه، ما تقلقوش، انا حولتها لكم الى نسبة مئوية ان هي بتمثل الى 67%، والاكسترا سيلولار فلويد بتمثل كام؟ الباقي 33%. اما بقى لو جينا وحبينا ان احنا نشوف الانترسيلولار فلويد دي، الميه اللي موجوده دي الوزن بتاعها بيصل الى ايه؟ هنلاقيه ان هو عباره عن 40% من التوتال بادي ويت. يعني انت لو وزنت جسمك كده ولقيته مثلا ان هو عباره عن 60، هتلاقي ان ال 60 اللي انت عندك دي عباره عن 40% منها عباره عن الفلويد اللي موجود داخل الخليه. انت متخيل؟ فعايزك توسع مداركك كده شويه معايا. اما بقى الاكسترا سيلولار فلويد فده بيتقسم لحاجتين زي ما اتفقنا. اول حاجه ان هو عباره عن التلت، وبيتقسم الى حاجتين، الربع اللي موجود في البلازما، والربع الثاني والثلاث ارباع اقصد اللي موجود في الانترستيشال فلويد. طيب ازاي بقى؟ انا بقول لك ان خلاص دلوقتي انا خلاص التلتين دول بتاعت الانترسيلولار فلويد مفيش اي مشكله منهم، انا بقسم في التلت. انا بقول لك ان التلت ده عباره عن ايه؟
عبارة عن ربع موجود في البلازما، يعني الفلويد موجود في البلازما. شايفين البلازما دي أقصد بها إيه؟ لما أقول لك كلمة بلازما يعني المية اللي موجودة داخل البلاد فيزلز، أول حاجة اللي موجودة داخل البلاد فيزلز. لما أقول لك انترستيشال فلويد، شايفين الانترستيشال فلويد؟ شايفين الفراغات اللي ما بين الخلايا؟ هي دي بنقول على انترستيشال فلويد اللي بتمثل 3/4. اما بقى عن في حاجه تانية اسمها ترانس سيلولار فلويد. يعني ايه ترانس سيلولار فلويد؟ في فلويد كده موجود، يعني هو ولا يعني شغال يدخل زي ما بيقول لك كده ترانس، حاجه عابره كده. طيب ده بيكون موجود فين بالظبط؟ هو بيكون موجود في البريكارديوم. بتلاقي ان الهارت ده محاط كده بغشاء، والغشاء ده فيه سائل، وده برضو بيبقى فيه ميه، فبنقول عليه ترانسسيلولار فلويد. وكمان انت برضو البرين ذات نفسه هتلاقي ان هو برضو فيه سائل عشان يحميه من الصدمات. برضو هتلاقي في الانترا اوكولار العين دي ذات نفسها هتلاقي ان يقول لك فيه سائل فيها، ان لو ما فيهاش سائل هتلاقيها ان هي جفت وحصلت فيها مشاكل كتير. اللي برضو في حاجة تانية برضو سائل موجود في البروتينيوم. ايه البروتينيوم ده بالظبط؟ البروتينيوم ده غشاء كده موجود في الابدومين او البطن كده، تمام، بيحاط كده بالاعضاء بتاعتك عشان يقدر يحافظ عليها. الغشاء ده بيكون كده عباره عن غشائين، اكنك جبت كيس كده وتنيته وحطيت فيه ميه، هو ده بالظبط عباره عن الغشاء ده. فانا بقول لك جبت فيه ايه؟ جبت فيه ميه، فاكيد ان هو فيه ايه؟ فلويد فيه. ده كله ترانسلولار فلويد ده بيمثل جزء بسيط خالص من الفلويد اللي موجود في جسم الانسان. زي ما انتم عارفين احنا اصلا قسمناها عباره عن ثلثين، وكانت واخده نسبه كبيره من الانتراسولار فلويد والاكستراسولار فلويد. عايزكم الصوره دي يعني تركزوا معايا فيها خالص، لان الاجزاء الثانيه مبنيه عليها. يعني انت لو فهمت ده فالاجزاء الثانيه دي عباره عن فهم. اما بقى عن البادي فلويد كومبارتمنت، وزي ما اتفقنا واحنا شفنا الشكل بتاعها، فدلوقتي زي ما احنا عارفين ان هي بتتكون من انتراسولار فلويد، والجزء الثاني اللي هو عباره عن الاكستراسولار فلويد. وزي ما احنا عارفين ان الاكستراسولار فلويد بتتكون من جزئين، الجزء الاول هو عباره عن انترستيشال سبيس، والجزء الثاني هو عباره عن الجزء اللي موجود في البلازما. طيب مش في مكونات هنا موجوده في البلازما اللي هي موجوده زي ما اتفقنا داخل البلاد فيسلز، ممكن تنتقل الى الانترستيشال سبيس؟ ببساطه. طيب ايه الحد الفاصل واللي بيمنعها؟ فاكيد اللي موجود هو الكابيلاري ممبرين اللي بيمنع خروج البلازما والمكونات اللي موجوده داخل البلازما. زي ما اتفقنا ان البلازما دي هي عباره عن المكونات اللي موجوده داخل البلاد فيسلز، تمام، فهي اللي بتمنع ان المكونات دي تروح، تمام، او يعني بتسمح بحاجات معينه ان هي تعدي منها. طيب أكيد في طبعا اختلاف في المكونات هنا عن هنا، يعني في اختلاف في المكونات في الموجودة في البلازما عن المكونات اللي موجودة في الانترستيشال سبيس. وعلى سبيل المثال فهنلاقي إن البلازما بروتين اللي موجودة في البلازما بتبقى كميتها عالية. طب البلازما بروتين دي الشحنة بتاعتها بتكون إيه؟ الشحنة بتاعتها بتكون سالبة، وعشان كده أنا بقول لك شحنتها سالبة، فلما ترتبط بأيونات هترتبط بأيونات موجبة زي الصوديوم والبوتاسيوم. وزي ما اتفقنا البلازما بروتين برضه موجوده في الانترستيشال سبيس ولكن كميتها اقل، فعشان كده برضه هتلاقي في ايونات صوديوم وبوتاسيوم هنا موجوده في الانترستيشال سبيس بشكل عادي. وكمان هتلاقي ان هي في اجزاء منها وايونات منها مش موجوده بشكل فري ومرتبطه مع مين؟ مرتبطه مع البلازما بروتين. طب حلو خالص. الانترستيشال سبيس ده ايه الشحنه اللي بتغلب عليها؟ الشحنه اللي بتغلب عليها هي الشحنه السالبه، وعشان كده بيحصل مشكله، بيحصل تنافر ما بين البلازما بروتين والايونات اللي موجوده هنا. البلازما بروتين دي عباره عن حاجه سالبه، ومع الشحنه السالبه بيحصل تنافر ما بين البلازما بروتين اللي موجوده هنا والبلازما بروتين اللي موجوده في الانترستيشال سبيس. دلوقتي بقى هنجي للايونيك كومبوزيشن بتاعت الاكستراسولار فلويد. دلوقتي الاكستراسولار فلويد ده في ايونات اكيد بتبقى موجوده بكميات اكبر، ولكن قبل ما اقول الاكستراسولار فلويد ارجع واعيد تاني هو عباره عن ايه الاكستراسولار فلويد ده؟ عباره عن الانترستيشال سبيس، اخواتي اللي ما بين الخلايا، وعباره عن اللي موجود في البلازما ايه؟ بروتين. طيب الاكستراسولار فلويد ده ايه الحاجات اللي بتبقى موجوده فيه بكميات اكبر؟ زي الصوديوم، زي الكلورايد، زي البيكربونات. طب عشان احفظهم واسهلوا عليكم، الصوديوم والكلورايد دول اصلا
يعني دايما في الكيمياء ده كانوا متحدين مع بعضهم كده، تحسوا ان هم يعني متصلين مع بعضهم. زي يعني فانت لما تيجي تقولها هتقولها ايه؟ كلوريد الصوديوم والبيكربونات دول ايه موجودين بنسبه عاليه في الاكسترا سولار فلويد، وبناء على ايه فهتلاقي ان في سمول اماونت من البوتاسيوم، في سمول اماونت من المغنيسيوم والكالسيوم والفوسفات وكمان الاورجانيك اسيد. اما بقى لو دخلنا داخل الخليه وحبينا نشوف الحاجات اللي بتكون موجودة باللارج اماونت، اكيد اللي موجود هنا سمول اماونت اكيد داخل الخلية هيكون موجود بكميات اكبر زي المغنيسيوم والبوتاسيوم وكمان الفوسفات. طيب فين الكالسيوم؟ هفهمكم بعدين. اما باقي اللي بيكون موجود بنسبة اقل، اكيد اللي هنا موجود بنسبة اكبر هنا هيكون موجود بنسبة اقل زي الصوديوم والكلورايد. اما بقى اللي بيكون مش موجود بشكل مودريت يعني شكل متوسط هي زي المغنيسيوم برضو وزي الحمض الكبريتيك. طيب حلو خالص. الانترسيلولار فلويد تقريبا مش بنلاقي فيها بداخلها الكالسيوم. بالاضافه لكده بيقول لك الانترسيلولار فلويد دي بتحتوي على بلازما بروتين تصل الى 4 اضعاف اللي موجوده في البلازما. يعني شوف انا قلت لك ايه، يعني قلت لك ان البلازما بروتين اللي موجوده هنا بتبقى نسبتها اعلى من اللي موجوده في الانترستيشال سبيس، ولكن اللي موجوده داخل الخليه بتبقى 4 اضعاف اللي موجوده ده في اللي موجوده فين؟ في البلازما. نيجي بعدين عشان ناخد المكونات دي بالارقام. يعني الصوديوم ده بنلاقيه ان هو موجود في الاكسترا سيلولار فلويد بيكون نسبته 142، لكن في الانترا سيلولار فلويد بنلاقي ان هو نسبته 10. زي ما اتفقنا ان هو بيكون موجود في الاكسترا سيلولار فلويد بنسبه اكبر، على عكس ايه؟ على عكس البوتاسيوم. البوتاسيوم بنلاقي ان هو في الانترا سيلولار فلويد موجود بشكل اكبر 140 مقابل 4 ملي اكوس لكل لتر موجوده في الاكسترا سيلولار فلويد. الكالسيوم هتلاقي ان هي برضو النسبة بتاعتها خارج الخلية بتبقى اكبر من اللي موجودة داخل الخلية. زي ما انتم شايفين انا بقول لك تقريبا ان قلت لكم ان الكالسيوم يكاد ان هو يكون مش موجود داخل الخلية بكمية كبيرة. زي ما انتم شايفين كده نسبته اقل من الواحد ملي اكوس، لكن خارج الخلية موجود بنسبة 5 ملي اكوس. مغنيسيوم من 3 إلى 58. طبعا التوزيعة بتاعته أنا عايزكم بس تهتموا بالأيونات اللي أنا هقول لكم عليها دي، اللي زي الصوديوم زي البوتاسيوم. دي أيونات لازم تعرف إن نسبتها موجودة إيه الأكبر فين داخل الخلية وفين الأكبر خارج الخلية. ده مهم خالص زي الكلورايد والبيكربونات، دي مهمين خالص. الأربعة دول مهمين خالص. الكلورايد هتلاقي إن هي عبارة عن 103، وفي المقابل الانترسيلولار عبارة عن 4 ملي أكوس، والبيكربونات هتلاقي ان هي 28 ملي اكوس، ولكن داخل الخليه هي عباره عن ملي يعني 10 ملي اكوس. تمام؟ يعني ايه؟ ما تركزوش على الفوسفات يعني ولا حمض الكبريتيك ده، لان الحاجات دي برضو ايه يعني مش هتسال فيها قد ما هي هتهتم، او انت تهتم اكتر بزي الصوديوم والبوتاسيوم والكلورايد والبيكربونات. دي حاجات مهمه لازم تعرفها. الازمولاريتي ده يعني زي بقول لك تركيز الاملاح اللي موجود هنا نفس تركيز الاملاح اللي موجود هنا. طبعا لازم يكون نفس تركيز الاملاح. ليه؟ لان لازم يحصل توازن في توزيع الميه وانتقال الميه، فلازم يكون في اتزان ما بين داخل الخليه وخارج الخليه. طيب البي اتش ده بنلاقيه خارج الخليه هو 7.4، ولكن داخل الخليه بيبقى متعادل. دلوقتي هناخد حاجة اسمها ستارلينج فورسز. دلوقتي عايزك تلعب معايا لعبة كده بسيطة وهتفهم كل حاجة. دلوقتي ايه انت خدت الاول كده الاساس. دلوقتي ايه انت لو ركزت معايا شوية هتلاقي ان الامور سهلة وبسيطة. دلوقتي زي ما احنا اتفقنا ادي البلاد فيسلز وادي المكونات اللي موجودة بداخله، الار بي سيز والمية والبلازما بروتين، بالاضافة لكده كمان الخلايا اللي موجودة خارج البلاد فيسلز دي، وكمان الموجود الانترستيشال سبيس. طيب تعالى كده برضو نقول فين الانتراسيلولار فلويد. الانتراسيلولار فلويد زي ما انتم شايفين، وادي بقى الاكستراسيلولار فلويد زي ما احنا اتفقنا، وهو عباره عن البلازما والانترستيشال سبيس اللي موجوده زي ما انتم شايفين. طيب دلوقتي حابين نعرف ايه الستارلينج فورسز ده. الستارلينج فورسز ده هي حاجه عباره عن اتزان الميه. دلوقتي انت في جسمك ميه، تمام؟ فالميه دي ازاي بيحصل لها اتزان؟ ازاي اضمن ان الميه دي
زي ما هتروح خارج البلاد فيسلز، زي ما هتروح خارج الوعاء الدموي ده، زي ما هترجع، وزي برضو ما هتفضل متزنة. يعني ما يحصلش نقص هنا مقابلها زيادة هنا، ما يحصلش زيادة هنا مقابلها نقص هنا. ايه العملية الاتزان ده؟ ففي عالم اخترع القوانين دي كلها مع بعض، وهو اللي اكتشف القوانين دي كلها مع بعض. فالقوانين دي هي عبارة عن ايه؟ دلوقتي قال لك ان داخل البلاد فيسلز ده في اول حاجة القوة الاولى. القوة الاولى دي عبارة عن ايه؟ دلوقتي ان المية دي لما بتزيد داخل البلاد فيسلز، انا دلوقتي زي تخيل كده ان البلاد فيسلز ده عبارة عن خرطوم، ولكن الخرطوم ده انا مفتحه سنه كده، مفتح سنه عشان اطلع الميه، تمام؟ فالخرطوم ده انا زودت الميه، نسبه الميه اللي موجوده فيه، فانا زودت نسبه الضغط، فنسبه الضغط اللي موجوده فيه كده زادت بسبب زياده الفوليوم اللي انا زودته. فده هيؤدي ان الميه دي هيحصل لها حاجه اسمها ايه؟ فلتريشن، يعني تخرج من خلال الكابيلاري ممبرين. دي حاجه اول قوه اللي بنسميها كابيلاري فلتريشن بريشر. دلوقتي لو تخيلنا الانترستيشال فلويد دي، تمام، نسبة البلازما بروتين اللي موجودة فيها زاد، يعني نسبتها كده زاد، فأكيد ده هيكون على حساب مين؟ أكيد هيكون على حساب الموجود في البلازما، فالبلازما بروتين اللي موجودة في البلازما قل. طيب كده المية هتنتقل من فين لفين؟ أكيد هتنتقل من التركيز الأقل في البلازما إلى التركيز الأعلى في البلازما. تخيل كده نفس فكرة الأملاح. أنا دلوقتي لو جايب لك مية وعاء كده فيه أملاح نسبة قليلة، والوعاء التاني فيه أملاح نسبة كتيرة، فالمية زي ما انتوا عارفين هتفضل تنتقل من التركيز الأقل للتركيز الأعلى. نفس الفكرة، فالمية هتنتقل من التركيز الأقل في البلازما بروتين إلى التركيز الأعلى في البلازما بروتين، وده اللي بنسميه حاجة اسمها تيشو كولويد اسموتيك بريشر. من كلمة، عشان بس نفسر الكلمة، عشان بس في قوتين تاني موجودين بيساعدوا على الاتزان من كلمة تيشو. لما أقول لك كلمة تيشو يعني معنى كده أنا خرجت خارج البلاد فيسلز، فبقول لك كلمة تيشو كولويد. كولويد يعني ده اسمه ايه؟ كولويد ده بيطلق على الحاجات بتاعت البلازما بروتين، فبيقول لك كولويد اسموتيك بريشر، يعني القوة بتاعتها اللي هي عبارة عن تركيز الأملاح اللي سحبتها، فبيقول لك ايه؟ اللي هي عبارة عن تركيز المية طبعا، فبيقول لك نفس فكرة الاسموتيك بريشر، فعشان كده قلنا ان هي عبارة عن تيشو كولويد اسموتيك بريشر. بقى لو تخيلنا العكس، يعني ازاي تخيلنا العكس؟ يعني لو تخيلنا ان البلازما بروتين اللي موجودة في البلازما هي اللي زادت، اما بقى البلازما بروتين اللي موجودة في الانترستيشال سبيس هي اللي قلت، فالمية هتنتقل من التركيز الأقل إلى التركيز الأعلى. فده بالظبط هو اللي هيحصل فيه تركيز المية، وعشان تنتقل من التركيز الأقل للتركيز الأعلى، وده اللي بنسميه حاجة اسمها كابيلاري كولويد اسموتيك بريشر. من كلمة كابيلاري، أنا بقول لك كلمة كابيلاري يعني حصلت في الكابيلاري، حصل في البلاد فيسلز نفسه كولويد اسموتيك بريشر. نفس الفكرة، هي نفس الأسامي، ولكن أنا عايزكم تكونوا فاهمين إيه اللي حصل عشان تقدروا إن أنتوا تعبروا من نفسكم. عشان إيه؟ هم الأربع قوى تقريبا مشابهين لبعض. اما بقى لرابع قوة بتكون معانا في الستارلينج فورسز، وهي القوة ان احنا لو تخيلنا ان الفوليوم اللي موجود في الانترستيشال سبيس ده، ان كمية المية والفلويد اللي موجودة فيها زاد. طيب انا بقول لك ان في مضخه من بره وزادت، تمام، اكيد ده هيضغط عشان الميه دي تضغط على الكابيلاري ممبرين، وتبدا ان هي تدخل من خلالها عشان تروح للفلويد اللي موجود في البلازما. والعمليه دي القوه الرابعه دي بنسميها الانترستيشال هيدروستاتيك بريشر. تعالى كده نفسر واحده واحده. دلوقتي بعد ما فهمنا كل واحدة فيهم، دلوقتي كان عبارة عن ايه؟ كابيلاري فلتريشن بريشر. قلنا ان الفوليوم زاد هنا فضغطت فايه؟ نزلت، والمية نزلت راحت الانترستيشال سبيس. طيب قلنا ان تيشو كولويد اسموتيك بريشر، قلنا ده كان عبارة عن ايه؟ قلنا ان البلازما بروتين زادت هنا والبلازما بروتين قلت هنا، فالمية انتقلت من التركيز الأقل للتركيز الأعلى. اللونين اللي أنا عامله لكم شبه بعض هما اللونين اللي المية انتقلت فيهم من داخل الوعاء الدموي إلى خارج الوعاء الدموي.
طيب اللونين الحمر، الميه انتقلت من خارج الوعاء الدموي اللي هو الانترستيشال فلويد راحت لداخل الكابيلاري. تمام، فالكابيلاري يعني حصل كابيلاري كولويد اسموتيك بريشر. طب دي معناها ايه؟ كابيلاري كولويد يعني زادت البلازما بروتين اللي موجوده هنا، فقلت كانت كميه البلازما بروتين اللي موجوده هنا قليله، فالميه انتقلت من الانترستيشال سبيس راحت داخل الوعاء الدموي. اما الانترستيشال هيدروستاتيك بريشر نفس الفكره دي، نفس الفكره بتاعت دي. يعني ايه؟ يعني الميه الحجم بتاعها زاد هنا فضغط على الكابيلاري ممبرين وابتدت ان هي تدخل من خلالها وتدخل داخل البلاد فيسلز وتدخل داخل الاوعيه الدمويه دي. وعلى الرغم ان موجود الاربع قوى دول المتراكبين مع بعض، الا ان بيحصل ان في كميه باقيه موجوده في الانترستيشال فلويد هنا، باقيه مش عارفه تروح فين. يعني مش بتقدر ان هي ترجع تاني من خلال وتروح تاني داخل البلاد فيزلز، داخل البلاد فيزل. طب هل هينفع تتراكم هنا؟ طبعا ما ينفعش تتراكم هنا. لو حصلت وتراكمت هنا هيحصل في الانسان حاجه اسمها اديمه، وده اللي هناخدوه في المحاضره اللي بعديها. ولكن ايه اللي بيحصل بقى في الانسان الطبيعي؟ اللي بيحصل ان بقى ان الليمفاتيك بقى بيجي هنا بقى الوظيفه بتاعته ان هو ياخد البلازما بروتين والفلويد اللي موجوده والحاجات اللي متبقيه، ويبدا ان هو يسحبها وياخدها زي ما انتم شايفين كده، سحبها واخدها وداها لفين؟ وداها للفين، صبها في الفين اللي رايح فين؟ راح للهارت، زي ما بيصبها كده في السوبيرو فينا كيفا عشان تروح للسيركيليشن مره تانية وتتعاد الدوره مره تانية. اما بقى في نوعين من الانتقال اللي بتحصل ما بين البلاد فيزلز وبتحصل ما بين التيشو، والا وهم اللي عباره عن الديفيوجن. طب يعني ايه ديفيوجن اصلا؟ ديفيوجن ده بيقول لك ان عباره عن السمول موليكيول، اللي هي عباره عن ايه؟ شايفين السمول موليكيول دي اللي ظهرت دي حاليا دي؟ هي عباره عن جلوكوز، اكسجين، الكربون دايوكسيد. بيقول لك ان هي صغيره جدا. الأجزاء الصغيرة دي بتنتقل من خلال الكابيلاري ممبرين ده من التركيز الأعلى، زي ما انتم شايفين تركيزها هنا في البلاد فيزلز أعلى، إلى التركيز الأقل. فعشان كده احنا بنطلق عليها حاجة اسمها إن هي بتنتقل حسب الكونسنتريشن جريدينت، يعني حسب التركيز التدريجي، يعني من التركيز الأعلى إلى التركيز الأقل. أما النوع الثاني فهو عبارة عن البلك فلو. لما أقول لك كلمة بلك يعني كمية كده ضخمة، تمام، وهي اللي ليها الأولوية. بمعنى تو واخدين برضو فرصة برضو ان بحكاية المضخة ونفس الفكرة دي. لما اجي اقول لك ان البريشر اللي موجود داخل البلاد فيزلز، المية اللي موجودة فيه البريشر بتاعها عالي، فكده ان المية هتنتقل من الوعاء الدموي اللي داخل ده، تمام، عشان تنتقل الى الخارج. فده عبارة عن الفلتريشن ان المية اتفلترت راحت للتيشو. اما بقى لو حصل العكس، يعني ايه حصل العكس؟ يعني البريشر اللي موجوده في الانترستيشال سبيس ده او ده هي اللي زادت، فكده البريشر ده الميه دي هتضغط وهتبدا بقى ان هي تنتقل من خلال الكابيلاري ممبرين ده عشان تروح للبلاد فيزلز تاني. فانا بقول لك ان البلاد فيزلز اخذت الميه تاني، فكده حصلت ليها ري ابزوربشن. يعني ري يعني اعاده، ابزوربشن يعني امتصاص. بقول لك ان اعاده امتصاص الميه، تمام. يبقى كده لما زاد الضغط هنا حصل فلتريشن، طلعت الميه. لما زاد الضغط هنا حصل ري ابزوربشن وراحت للكابيلاري مره ثانيه. دلوقتي في الصوره دي اللي بتوضح ان في حاجه حصلت فيها فلتريشن، يعني الايونات انتقلت من داخل الكابيلاري الى خارج الكابيلاري، وان في حاجه اللي في النص دي ما حصلش اي موفمنت. والحاجه الثالثه ان حصل ان الايونات اللي موجوده بره دي حصلت ان هي دخلت داخل الكابيلاري عشان يحصل لها عمليه ري ابسوربشن. طب ايه حصل هنا؟ قال لي ان اللي حصل هنا، قال لي ان الكابيلاري هيدروستاتيك بريشر كانت 35، وقال لي ان هي كانت اكبر من البلاد كولويد اسموتيك بريشر اللي كان 25. ايه الكلام ده؟ اقول لكم الكلام ده ببساطه كده. احنا زي ما اتفقنا ان الكابيلاري هيدروستاتيك بريشر هي القوه اللي عامله زي الخرطوم كده، اللي لما قلت لكم ان انا فتحت خرطوم والميه زادت هنا، فالميه هيحصل لها ايه؟ فلتره بره. طيب القوه بتاعتها بقول لك ان هي 35. طيب قال لي ان البلاد كولويد اسموتيك بريشر، يعني اللي بيقصد بيه ان هنا ان تركيز البروتين زاد. فلما تركيز البروتين هنا زاد، ايه اللي هيحصل؟ تركيز البروتين هينتقل الميه
من التركيز الأقل اللي بره إلى التركيز الأعلى. يعني معنى صح في قوتين مضادين لبعض، فأنا هطرح القوتين دول وهشوف مين اللي فايز فيهم. فبالتالي لما هشوف كده هلاقي ان الكابيلاري هيدروستاتيك بريشر هي اللي هتفوز 35 مقابل 25. فالمتبقي كام؟ المتبقي 10 لصالح مين؟ لصالح الكابيلاري هيدروستاتيك بريشر. فمعنى كده ان الميه او المكونات اللي هنا هتطلع بره فيحصل فيها ايه؟ يحصل فيها فلتريشن. في نفس الحاجه اللي انا قلتها دي هي نفس الحاجه اللي هي موجوده هنا، ان الكابيلاري هيدروستاتيك بريشر 25 كلويد ازماتيك بريشر فما يحصلش اي موفمنت. طيب الرو ابزوربشن بلاد كلويد ازماتيك بريشر تركيزها كانت بره 25، التركيز اللي جوه كان عباره عن 18 فاداني كام؟ اداني -7. يعني معنى كده ان البلاد كلويد ازماتيك بريشر هي اللي فازت. فحصل ايه؟ ان الايونات او الميه او الحاجه اللي موجوده بره الكابيلاري هي اللي هتنتقل داخلها فيحصل حاجه اسمها ري ابزوربشن. اما بقى ناجي لدور الليمفاتيك كابيلاري. دلوقتي هنتخيل نفسنا ان احنا في يوم كامل، احنا قلنا دور الليمفاتيك كابيلاري بشكل كده بسيط من شويه، ولكن دلوقتي هنفسره بشكل اكتر. دور الليمفاتيك كابيلاري تخيل كده معايا ان احنا في يوم كامل، اليوم الكامل ده عباره عن 24 ساعه، تمام؟ حصلت فيهم الكابيلاري فلتريشن بريشر. يعني بمعنى ان حصل فيهم انتقال البلازما وانتقال البروتين من داخل الكابيلاري الى خارج الكابيلاري. زي ما انتم شايفين كده حصلت الفلتريشن اللي انتم موجود ده. فده كان عبارة عن ايه الكمية اللي انتقلت؟ عبارة عن 24 لتر لكل يوم. طب حلو خالص. في قوة مضادة ليها بتنقل الايونات دي، بتنقل اقصد الووتر والبلازما بروتين الى البلاد كابيلاري زي ما اتفقنا، وهي عبارة عن الكابيلاري كلويد اسموتيك بريشر اللي هتنقل البلازما بروتين والميه الى البلاد كابيلاري مره تانية. ولكن الكميه اللي بتنقلها هي عباره عن 20.4 لتر لكل يوم. طيب هي لو كانت بتنقل 24 زي ما كان حصل الفلترة 24، تمام، كنا قلنا ماشي، يعني كنا قلنا خلاص كده مفيش مشكلة. لكن كده في متبقي هنا، في بلازما بروتين وميه متبقيه هنا وحاجات متبقيه هنا. واحد هيجي يقول لي طب ما خليها تتبقى هنا، ايه المشكله يعني من العمليه تتبقى هنا؟ عايز اقول لك ان الكميه اللي انت شايفها دي لو قعدت تتراكم هيحصل للانسان حاجه اسمها اديمه، وزي ما هناخدها في المحاضره اللي جايه. عشان كده سبحان الله في فرق هنا حاصل. الفرق ده هو عباره عن 3.6 لتر. طيب ده انا ازاي هتخلص منه؟ فربنا خلقنا لحاجه كده اسمها الليمفاتيك كابيلاري. الليمفاتيك كابيلاري دي اللي بتقوم باخذ البلازما بروتين اللي موجوده هنا والمكونات المتبقيه هنا عشان تاخدها بقى وتروح بقى توديها للسيركوليشن مرة تانية وتداخلها من خلال الفين، من خلال السوبيرور فينا كيفا، تمام، وبعدين تروح للكلب مرة تانية وتضخها بقى في الكابيلاري مرة تانية وتضخها في الأوعية الدموية مرة تانية. فالعملية زي ما انتم شايفين كده يعني ما نقدرش نقول إلا غير سبحان الله وسبحان الخالق، يعني إن الكمية البسيطة دي إن الكابيلاري إن الليمفاتيك فيسلز اللي انتم شايفينها دي رجعتها تاني للفين، ومن الفين راحت للهارت وضخها تاني في السيركوليشن مرة تانية. أما هنا بقى عن وظيفة الإلكترولايت، وأول حاجة معانا وهي الصوديوم فانكشن. دلوقتي إيه وظيفة الصوديوم ده؟ وظيفة الصوديوم إن هو بيحافظ على إن هو يدينا الريستنج ميمبرين بوتنشال. بمعنى إيه يعني؟ دلوقتي في هنا إثارة بتحصل بمعنى أكشن بوتنشال، تمام، وده اللي هناخدوه قدام في محاضرات قدام، ولكن أنا حابب إن تاخدوا معلومة بسيطة هنا دلوقتي، تمام. دلوقتي الصوديوم ده بينتقل من خلال الصوديوم بوتاسيوم بامب، تمام، عشان ينتقل خارج الخلية. فالخلية دلوقتي بتبقى في وضع راحة، فده بنقول عليه ريستنج ميمبرين بوتنشال. ده خد الفكرة دي لحد بقى ما ناخد المحاضرة بالتفصيل، اللي يعني ممكن تكون يعني بعد تقريبا بعد
سيلولار ترانسبورت هنبدا ان احنا ناخد الاكشن بوتنشال ونشرحه بالتفصيل. اما بقى الوظيفه الثانيه للصوديوم فانكشن فهي عباره عن الصوديوم سولت، فده هي بتدينا عباره عن 90 الى 95% من الاوزمولاريتي بتاعه الاكسترا سيلولار فلويد. يعني ايه؟ هي اللي بتدينا الاوزمولاريتي اللي بتساعد على امتصاص الميه، اللي بتساعد على تخزين الميه، تمام، اللي هي بتدينا ان بتحافظ على التركيز بتاع الخارج الخليه ذات نفسه. اما بقى ان هي بتحدد كميه التوتال بتاعه البادي ووتر. طيب ازاي بتحدد التوتال بادي ووتر؟ ما تو جاي لك ان هي بتدينا الاوزمولاريتي، فهي بتسحب ميه، فكده هي بتحدد التوتال بتاعه البادي ووتر، بتحدد الديستريبيوشن بتاعته، الغرف اللي يكون موجوده فيها، تمام، لان طبعا الصوديوم على ما راح مثلا انا بقول لك تركيز الاملاح حطيته هنا مثلا على سبيل المثال، فهتلاقي ان الميه برضو راحت عند المنطقه دي، فهي بتحدد تركيز ان هو يكون موجود فين، وبتحدد التوتال بادي ووتر. اما الوظيفه الرابعه فهي بتعمل كو ترانسبورت ما بين. يعني ايه كو ترانسبورت؟ يعني الصوديوم ده هو داخل الخليه بياخد معاه جزيئات. زي ايه الجزيئات دي؟ جزيئات صغيره، والجزيئات الصغيره دي بتكون عباره عن ايه؟ جلوكوز، بوتاسيوم، كالسيوم، بيدخل بيها. طيب عشان كده بنقول عباره عن ايه؟ كو ده يعني ايه؟ شيء متعاون. ترانسبورت بمعنى يعني التنقل، ترانسبورت بمعنى تنقل، كو يعني في حاجه متصله معاه، فبيقول لك ان هو بيشتغل كو ترانسبورت لان الصوديوم مثلا على سبيل المثال لما بيدخل باجي ايه؟ واخد معاه جزيء ميه وداخل بيه داخل الخليه، فاسمه كده حاجه اسمها الكو ترانسبورت. اما بقى برضو زي ما احنا اتفقنا في الريستنج ميمبرين بوتنشال قلنا ان هو بيساعد ده بيشتغل من خلال الصوديوم بوتاسيوم بامب. صوديوم بوتاسيوم بامب، ودي هجيبها لكم في فيديو مخصص ليها كده، فيديو انيميشن كده موضح هفهمكم ازاي الصوديوم بوتاسيوم بامب بتشتغل، لان لسه برضو الدرس بتاعها هناخدها قدام وبس، لكن انا حابب ان انتوا تعرفوها يعني اكتر، تمام. هجيب لكم فيديو يوضح ازاي العمليه دي بتتم. طبعا الصوديوم بوتاسيوم بامب دي هي عباره عن اي تي بي. الاي تي بي ده بيديني حراره، بيديني طاقه، فالاي تي بي ده اللي ناتج بيساعدني ان هو يديني بضييد وبيحافظ على درجه حراره الجسم. اما بقى اخر وظيفه اللي هي الصوديوم بايكربونات، وده البايكربونات وده اللي بيعمل لي بفرنج للبي اتش. يعني بيعمل لك بفرنج للبي اتش، يعني بيعادل لي تركيز البي اتش اللي موجود في جسم الانسان. اما بقى عن البوتاسيوم فانكشن، فلما ناخد اول وظيفه ليه فهنلاقي ان هو ميجر انتراسيلولار، على عكس الصوديوم فهو ميجر اكسترا سيلولار. اما بقى الوظيفه الثانيه بتاعته فهو عباره عن اكسترا سيلولار بوتاسيوم، ده مهم في السكيليتال ماسل اكتيفيتي، وزي على سبيل المثال ان هو مهم في الكاردياك ماسل، بيساعدها على الكونتراكشن بتاعها. اما ثالث وظيفه ان هو بيساعد على النيرف امبلس. يعني ايه؟ يعني النيرف امبلس ده اللي خارج من السيل بودي بيخرج ويروح على الاكسون ذات نفسه. ايه اللي بيساعد على الانتقال ده؟ هي ايونات البوتاسيوم. زي ما انتم شايفين كده، خرج من السيل بودي انتقل ليه من خلال الاكسون، شغال يخرج ويروح ليه من خلال الاكسون، من الاكسون ذات نفسه، ده من خلال ايه؟ من خلال البوتاسيوم فانكشن. اما بقى الحاجه الرابعه فهي عباره عن اسيد بيز بالانس. دلوقتي الاسيد بيز بالانس ده بيكون في الكدني ذات نفسه، فهي عباره عن انتقال، يعني زي بيكون في انتقال متبادل ما بين البوتاسيوم والايونات الهيدروجين. ايونات الهيدروجين دي هي اللي بتدي الحمضيه، تمام، فالانتقال بتاعها بيدينا اسيد بيز بالانس. يعني ايه اسيد بيز بالانس؟ بيحافظنا على قيمه البي اتش، بيحاول يوازن قيمه البي اتش، فعشان كده بنقول عليه ايه؟ ان هو بيقوم بعمل الاسيد بيز بالانس. اما بقى الحاجه زي ما انتم شايفين ده العمليه دي بتحصل في الكدني. اما بقى الحاجه الخامسه فهي بتساعد على الحفاظ على الووتر والالكترولايت بالانس. ازاي العمليه دي بتتم؟ بيقول لك ان البوتاسيوم والهيدروجين والايونات دي لما بتدخل شغاله بقى بتاخد معاها ايونات وبتسحب معاها ايونات، وميه بتدخل وميه بتخرج، وشغال بيحافظ لك على ايونات الميه وتركيز الميه ان هو يكون في توازن ما بينه وما بين الايونات اللي موجوده. اما بقى الحاجه السابعه او الحاجه السادسه، تمام، فهي مهمه في البروتين سينثيز. دلوقتي داخل الخليه، تمام، مهم ان الرف اندوبلازميك ريتيكولم ذات نفسها بتاخد البوتاسيوم، ايونات البوتاسيوم ده عشان تقدر تصنع بيها بروتين.
اما بقى الحاجه بقى اللي بتكون السابعه فهي مهمه جدا في ان هي يحصل ديكريز بلاد بريشر. ازاي بيحصل ديكريز بلاد بريشر من خلال ايونات؟ ان انا لما باخد ايونات بوتاسيوم، يعني لو واحد بياخد دواء فيه ايونات بوتاسيوم بيحصل ان يقل البلاد بريشر بتاعه. وده ايه السبب بتاعه؟ يقول لك ان هو بيساعد على الفازو دايليتيشن بتاعه البلاد فيسلز. يعني ايه فازو دايليتيشن؟ يعني بيساعد على توسيع الاوعيه الدمويه، فلما يحصل توسيع للاوعيه الدمويه يحصل ان البلاد بريشر بتاع الانسان ده يقل. اما بقى الحاجة اللي بعديها فإن هو كمان بيساعد على التخلص من يعني في بيحصل اكسكريشن من أيونات البوتاسيوم كتير. ده إيه السبب بتاعه؟ إن أيونات البوتاسيوم دي لما بياخدها الإنسان ده بتغير في قيمة البي اتش اللي موجودة في الكدني. فلما بيغير في قيمة البي اتش وكمان إن الكالسيوم ده بيكون يعني سايل في بي اتش معينة بيكون حامضي، فلما انا بديله بي اتش بيكون قاعدي فبيتحول الى حاجه صلبه زي الكالسيوم فوسفات وحاجه صلبه، فيفضل يتراكم يتراكم يتراكم، ومنها كمان التراكم ده ينزل في اليورين، فعشان كده بيؤدي الى زياده الاليمينيشن بتاعه الرينال بتاعه الكالسيوم اكسكريشن. اما بقى الحاجه اللي بعديها فهي انا بستخدمها في البوتاسيوم ده مهم جدا في الانسولين سكريشن. العملية دي عشان تقدروا تفهموها ان الانسولين سكريشن من خلال البوتاسيوم ده، ان البوتاسيوم ده في انتقال، في عملية كده بتتم داخل الخلية. تمام. العملية دي مثلا البوتاسيوم بيجي يدخل، تمام، فلما البوتاسيوم ده بيجي يدخل بيؤدي ان الانسولين ده يحصل ان هو يخرج من خارج الخلية، تمام، ويبدأ ان هو يؤدي الوظيفة بتاعته. ودي عملية يعني ايه بس حابب ان انتوا تاخدوا عليها فكرة. تمام. العملية دي بتبقى يعني معقدة ويعني فيها كذا ترتيبات تانية عشان توصل ليها، ولكن انا عايز تبقى فاهمين ان فكرة ان البوتاسيوم ليه دور في الانسولين سكريشن. اما بقى عن الكلينيكال ابنورماليتيز بتاعه الالكترولايت امبالانس، فبيقول لك ان ازاي ده بيأثر على حالة المريض. تمام. فدلوقتي قبل اي شيء احنا ده لازم نعرف ان الصوديوم الكلورايد ده تركيزه اكسترا سيلولار فلويد بيكون تركيزه عالي، فبنلاقي ان تركيز الصوديوم ده بيكون نسبته 142 ملي اكوس زي ما اتفقنا، وان الكلورايد ده بيصل الى 103 ملي اكوس. فدلوقتي دول اهم ايونين احنا هنهتم بيهم وهنتكلم عنهم. تمام. ولكن هنتكلم اكتر واللي هيهمنا اكتر هنا هو الصوديوم. فممكن يحصل هايبوناتريميا. الهايبوناتريميا يعني ايه هايبوناتريميا اصلا؟ ده بيقول لك يعني تركيز ايونات الصوديوم قل. طيب ده ممكن يحصل بسبب ايه؟ ممكن يحصل بسبب حالتين، لا اما حصل لص في الصوديوم كلورايد، لا اما يحصل ان في اكسس ووتر ريتنشن. دلوقتي انت لو جايب املاح، تمام، وجيت خففتها بميه فالاملاح دي قيمتها هتقل بنفس الفكره دي. طيب اللوس اوف صوديوم كلورايد ده ايه؟ ده بيحصل امتى اصلا؟ بيحصل لما الانسان فوميتنج يتقيأ، تمام، فيبدا ان هو ينزل الايونات وينزل ينزل الفلويد، فتبدا ان الايونات بتاعت الصوديوم دي تقل بشكل طبيعي. برضو بنفس الفكره ان الدياريه، الانسان ده برضو بينزل الكترولايت وفلويد فبرضو بيخسر قيمه بتاعت الصوديوم. اما الحاجه الثالثه فهي الادوزن ديزيز. طب ايه الادوسون ديزيز ده؟ دلوقتي تعالى كده ناخد بقى الادرينال جلاند. الادرينال جلاند دي ايه؟ هي الغده فوق القلويه اللي مسؤوله عن ايه بالظبط؟ مسؤوله عن افراز هرمون الالدوستيرون. هرمون الالدوستيرون ده بيساعدني ان هو بيعمل ري ابزوربشن للصوديوم. فدلوقتي حصلت مشكله في الغده بتاعت الادرينال جلاند. المشكله دي ادت الى تدمير الغده. طيب دلوقتي بعد ما اتدمرت الغدة هل في الدوستيرون تاني هيتفرز؟ بالتأكيد لا. طيب كده الصوديوم ري ابزوربشن مش هيكون موجود. هو ده بالفعل فكرة الاديسون ديزيز. اما بقى الاكسس يعني دلوقتي الاديسون ديزيز ده خلاص بقى ان خلاص مش هيحصل صوديوم ري ابزوربشن، فكده كميه الصوديوم هتقل. اما بقى ناجي بعدين للي بعديها الاكسس ووتر ريتنشن. دلوقتي لو تخيلنا زي ما قلت لك ان في معايا كميه املاح وجيت حطيت فيهم كميه ميه كبيره، فكميه الاملاح اللي موجوده دي هتبقى يعني ولا كان ليها اي شيء.
نفس الفكرة دلوقتي، دي نفس فكرة الهرمون بتاعت الانتي دايوريتيك هرمون اللي بيساعد على امتصاص، بيعمل ري ابزوربشن للووتر بس، مش الووتر وكمان الاملاح، للووتر بس. فكده بيساعد على تخفيف المحتوى اللي داخل الجسم من املاح، زي اكنك زي ما قلت لك كده جبت وعاء وضفت ميه عليه، اكن كده انت الاملاح اللي موجوده قللت قيمتها وقللت التركيز بتاعها. اما بقى بنفس الفكره فممكن يحصل هايبرناتريميا. طيب الهايبرناتريميا دي عكس الهايبوناتريميا، قلت هايبو يعني كلمه قليله يعني الصوديوم قليل، اما هايبر معنى زياده، ناتريميا يعني الصوديوم، يعني بيقول لك ان ايونات الصوديوم دي زادت. طيب ايونات الصوديوم دي زادت هتزيد امتى؟ بنفس الفكره بتاعت اللي فاتت ولكن هنعكس. بمعنى ايه؟ بمعنى ان ممكن يحصل فقد في الميه. هنا قلنا ان حصل زياده في الميه، هنا هنقول ان حصل فقد في الميه ذات نفسها. فانا دلوقتي لو جايب املاح، والاملاح اللي انا جايبها دي وجيت قللت من الميه، فبالتاكيد هلاقي ان تركيز الاملاح زاد بنفس الفكره دي. اما بقى ممكن يحصل بشكل تاني ان انا عملت ايه؟ عكس الصوديوم كلورايد، يعني جبت وعاء كان فيه املاح تمام، وجيت التركيز تمام معايا، ولكن جبت املاح من بره وحطيت، ما اكيد الاملاح بتاعتي هتزيد. طيب لوس اوف ووتر ده بيحصل امتى؟ دلوقتي واحد عطشان وبيشرب كميه قليله من الميه وبيحرق وبيشرب كميه من الميه قليله، فده برضه هيحصل له ايه؟ يحصل له ان تركيز الاملاح عنده اللي موجوده هتزيد. اما بقى عكس الصوديوم كلورايد ده بتحصل امتى بقى؟ ده بتحصل في ادرينال جلاند بنفس الفكره الثانيه ولكن العكس. يعني ايه؟ يعني الغده الفوق القلويه دي زي ما اتفقنا ان هي بتفرز هرمون الالدوستيرون، ولكن هنا بتفرز بكميات عاليه. طب ايه السبب؟ ممكن يكون حصل ورم في الادرينال جلاند او بمعنى تيومر تمام، حصل في الادرينال جلاند فادى ان الالدوستيرون ده يتفرز بشكل اكبر. طب ايه الوظيفه بتاعته؟ كان الوظيفه بتاعته ان هو يعمل ري ابزوربشن للصوديوم، فكميه الري ابزوربشن بتاعته الصوديوم هيزيد بكميه عاليه، فالصوديوم اللي موجود في جسم الانسان هيزيد وكده هيبقى بكميه عاليه. ودي بنفس الفكره ولكن عكسنا. من اول محاضره اتمنى ان انا اكون اديت اللي عليا، ويعني بقول لكم دايما ان انا زي اخوكم، يعني ما تعتبرونيش مجرد دكتور بديكم ماده وخلاص الموضوع انتهى على كده. اي حد عايز يسال في اي سؤال، يستفسر عن اي شيء، يكلمني خارج المنهج او داخل المنهج، انا معاه في اي شيء. اتمنى ان تكونوا بخير، توفيق لكم دايما، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.